بسم الله. على بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم ماما رشيدة. اليوم غادي نديرو البريوش. هنا درت معلقة نتاع الطحين، نص كاس تاع الماء، درت فيه معلقة صغيرة تاع سنيدة ومعلقة كبيرة تاع الخمارة، وخليته حتى تفاعلت باش تخمر لنا فيه تاع البريوش. من بعد كنزيد 2 كيسان حليب، هما 2 كيسان حليب تاع العنبة، كاس سكر، نص كاس زيت ونص كاس زبده خلطتهم، بيضه، درت كلشي في مره واحده، بيضه. وهنا غادي ندير غير نص بيضه، غير نص بيضه سمحوا لي، غير البيض تاع البيض والصفر نخليوه باش ندهنوا البريوش ديالنا. نزيدو نص كاس ديال عصير الليمون، عصير الحامض نص كاس، ومبشور ديال التشين صافي، ونجمعو كلشي. واحد القرصه ديال الملح ما تنساوهاش، حلي هاد الملح. هذا القياس تاع نص كيلو ديال الطحين، نبقاو نزيدو في الطحين شويه بشويه حتى نجمعو ونوريكم كيفاش نديرو العجينه. ها هو البريوش ديالنا، غادي نخليوه حتى يخمر ونرجع لكم. بعد ما دهنا الطاوه اللي غادي نديرو فيها البريوش، غادي ننزلو البريوش هنايا في الصني، ونغرسو فيه هذا الشيكولا لداخل، نحاولو نديروها بكاع البلايص هكا، نوريكم كيفاش، ومن بعد نغرسها وسط باش تجي وسط العجين ونرجع لكم. هو البريوش ديالنا ملي كملناها كي جات دايره اقتصاديه، تقدروا ديروا بها حلوه ديال عيد ميلاد، تكتبوا اللي بغيتو وديروا فيها لا كريم، تزيدوا نتوما تفنوا. نوريكم غير الطريقه. ها هو شكلها كي جا داير، شوفوا كي داير هذا ديالها باقا سخونه، ندق واحد شويه باقا سخونه، شوفوا كي دايره.